السلام عليكم البنات، واش خباركم؟ نتمنى تكونوا مزيانين وانتم كتشاهدوا معايا هاد لا فيديو. فمرحبا بكم في مطبخ من نعمه الوجديه وعواشر مباركه. فاليوم غادي نحضروا كعب الغزال. غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو ديال العجينه وديال العقده، حيت ما نقدرش نديرهم كاملين في فيديو واحد، غادي يجي الفيديو طويل. فكما شفتوا معايا البنات كناخذ العجينه تنورقها في الوراقه مزيان حتى كنتحصل على النمره التاليه كاع كنورقها فيها. من بعد نسرحها بالدلاك باش تجيني لاباط رقيقه وزوينه يا البنات. ما كيجيناش كعب غزال كيجينا غير عجينه، نو، خاصو يجينا غير داك الرقيق، ديك الورقه ديالها كتجي رقيقه. وكناخذ العقده ديال اللوز اللي دائما كنستعملها كنخدمها، راني شاركتها معكم في الفيديو اللي غادي نخليه لكم في الرابط ديالو، غادي نخليه لكم. وهنايا كنبدا كنشكل في الكعبه ديالي كما كتشوفوا يا البنات، ساهله ماهله. يعني الانسان مين كتكون عندنا العقده ناجحه وكتكون عندنا العجينه كذلك حتى هي ناجحه، فكابوزال غادي يجينا ناجح 100%. هانتوما يا البنات، وضروري يا البنات يعني كل وحده والماكينه ديالها. غير شنو هي، كنسرحوا العجينه ديالنا، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو تيجي زوين. كنسرحوا لاباط ديالنا ومن بعد عاد كندوزوها في الوراقه كما كنبقاو ندوزو برقم برقم حتى كنوصلوها للتاليه كاع. ومن بعد انا عاد كنزيد نسرحها بالدلاك حتى يبدا كيبان ليا الرخام. فهانتوما كتشوفوا يا البنات. وتناخذ العقده ديال اللوز، نتوما على حسب اللي بغيتو ديروا فيها 16 غرام، هي كتبدي من 16 غرام حتى ل 20 غرام الكابوغزاله الا بغيناها تجي عامره لوز وتجي وافيه. هانتوما البنات، انا هنا كانت عندي هاد الطلبيه وهي كبيره، يعني تبارك الله ما قديتش نشارك معكم كامل يعني الطلبيه. داكشي علاش قلت انا راني كنصور، يعني كنخدم في هاد الكعبه، علاش ما نصورهاش للبنات بعدا واخا يستافدوا غير واحد شويه. هانتوما يا البنات، وإلا شفنا شي فقاعات هكذا تنغزوهم تنثقبوهم بالفنيته، ضروري تكون واحد الفنيته حدانا باش هكذا يخرج منهم داك الهواء. هانتوما البنات كنقادها مزيان على هاد الشكل هذا، فغير بشويه بشويه حتى كنتعلموا نصايبوا الكعبه ديالنا. في الاول كنبداو نخدموا لراسنا. هانتوما البنات كنحط العقده وكندور عليها العجينه ومن بعد كنبدا كنثبتها. هانتوما البنات هنا كنقادها، مازال ما شكلتهاش كاع، عاد دابا غادي نبدا نشكلها، يعني بحال كنحاصرها بالعجينه ومن بعد عاد كنبدا كنشكلها. ومن تكون عندنا العقده مطحونه مزيان، طحنوها على برا يستحسن، مطحونه مزيان ومدلوكه مزيان، فكونوا متاكدين ان الكابوغزال ديالكم غادي يجيكم زوين. ولاباط ديالنا تكون قاصحه، حيت الا كانت مرخوفه غادي تزيد ترخف في الميكا وغادي تبقى تحل معاكم في الاخر. انا غادي نسالي كامل هاد الكميه اللي راه عندي كما شفتوا يا البنات. هاد الصني كامل صايبته البارح في الليل. انا كنصايب الحلوه ديال اللوز دائما تنصايبها في الليل حيت كيكون باش نخليها كتنشف. هذا كان الصيف، اما مين كيكون يعني البرد راه كنصايبها يعني في النهار وكنخليها النهار كامل وليله كامله بحرا انها تنشف. شحال ما خلينا الحلوه ديالنا تنشف شحال ما مزيانه. شنو هي يعني ما نطولوش عليها وصافي. هانتوما يا البنات، هنايا تنجيب واحد الفنيته وكنبدا كنثقب كابوزالات ديالي من التحت 3 ديال الثقبات، وكنزيد حتى من الفوق واحد 2 ثقبات ولا 3 باش ما يتنفخش لينا في الفران. والفران البنات ما نشعلو عليه ما نخربو فيه ما والو حتى كنساليو كامل كابوزال. وكان حيت هو خاصنا ندخلوه يطيب في الفران يكون بارد ماشي سخون. هنايا البنات بعد ما ساليت التقيب ديالهم كامل، هنايا خديت بياض بيضه غادي نضيف عليها معلقه ديال السكر كلاصي، وكذلك غادي نضيف عليها واحد 2 ديال المعالق ديال الزيت. هاد الكميه غادي نشوف واش تكفيني. الا كفاتني هذيك هي، ما كفاتنيش غادي نزيد، فهمتوني؟ وغادي نزيد نفس الكميه. بغيتو تزيدوا عليها بقاو تزيدوا غير الزيت والسكر كلاصي الا ما كانش عندكم بياض البيض. هانتوما البنات، وهنايا غادي نسالي ونبدا كندهن كامل دوك الكابغزالات وكنحطهم في الصني.
كما قلت لكم الفران راه باقي طافي، يعني ما شاعليناش، ماشي غادي نصايبو كيكه، غادي نصايبو كبغزال. هنايا البنات بعد ما دهنتهم كاملين بداك الابيض البيض، علاش كندهنوهم بهذا الابيض البيض والزبده والسكر؟ باش تعطينا داك اللون المذهب الزوين، وحتى لاباط كتجينا فيها مذاق زوين. هنايا غادي ندخلهم للفران على نار مهيله، تنشعل عليهم من التحت وتيبقاو على نار مهيله كي الشمعه، وتنبقى حداهم. اون فوا تنحس به صافي تنهز وحده وكنلقاها طابت من التحت، يعني كنهبطو للتحت وكنبقى جالسه حداه، يعني دايره كرسي وجالسه حداه، حيت الفران والبيبان ديالو تيكونوا محلولين، الفران كيشمت، خاصنا نجلسو حداه. يبدا يعطيني هاد اللون الذهبي كما كتشوفوا معايا البنات. صافي كنخرج اللاطه ديالي، كنخرج ليها واحد شويه تبرد، وكنطفي على الفران وكنسدو مزيان، حيت راني باقا محتاجه ديك السخونيه ديال الفران. هنايا البنات كنجيب الناباج اللي كنسخنه واحد شويه وكنطربو غير هكذا في الساع بالبانسو، كنبدا كندهن كبغزال ديالي على هذا الشكل هذا. كندهن وانا كنحط في اللاطه حتى كنسالي. البنات المبتدئات ما تخدموش به وهو باقي سخون، حيت غادي يتهرس لكم ويبقى عندكم بزاف ديال الكسور. خليوه مازال يبرد شويه، واخا تيبرد لكم الفران ماشي مشكل، يعني وليو شعلوا عليه، خليوه يسخن ودخلوا ليه، ومن بعد طفيو عليه عاد دخلوا ليه الكابوغزال غير باش كيتشم علينا، فهمتوني؟ يعني غير باش يقبض فيه داك الناباج. نتمنى نكون شرحت لكم مزيان، وهادو غير هادو نقاط يعني خصنا نردوا ليهم البال مزيان. وهانتوما البنات، يعني انا ندهن وكنحط في اللاطه، كندهن وكنحط، راني كندهن فوق الرخامه حيت كبغزال باقي سخون. غادي نسالي كامل هاد الكميه وندخلها للفران كتشمع. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا الشكل النهائي ديالو تيجي زوين وتيجي عامر اللوز من الداخل، ولاباط كتجي رقيقه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم والاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه، وحتى الفيديو مقبل ان شاء الله.